يعني يعني اعز من اخو الدنيا عندي، اعز من اخو الدنيا يعني حبيبي سمير احسن يعني سمير يعني يعني ما حد ما يحب سمير، كلهم نحب سمير ان شاء الله، بتروح الجنه ان شاء الله. ماذا عساني أن أقول بأي تقرير ونحن نرى مناظرا كهذه؟ نعم، فهو سمير سعيد الذي فارقنا لحكمة ارتضاها الخالق، بحضور الآلاف على اختلاف فئاتهم وأعمارهم جاءوا لوداع بوعلي. لماذا هذا هو الحب الجارف الذي أحاط بجثمان سمير سعيد وقبل ذلك في المستشفى؟ لأن سمير سعيد قدم للكويت، وهكذا هم أهل الكويت عندما يقدمون لهذه الأرض لا لأنفسهم، لا لخاصة عوائلهم، لا لفئاتهم، لهذه الأرض يكون هذا الحب الجارف. خلوق بقمة الأدب الرياضي في معنى الكلمة، كل هذه الحشود في الآلاف تدل على محبة الناس له. عسى الله يغفر له ويرحمه ويصبر أهله ولا نشوفون مكروه إن شاء الله، ويحفظ الكويت من كل مكروه إن شاء الله. خدم بلده والله يرحم حقيقة حاله وحالنا، وصبر حقيقة زوجته وأولاده، وصبر أمه، يعني أنا حاتي أمه وايد حقيقة. سمير سعيد فقد الوسط الرياضي، فقد الوسط الشبابي، فقد الكويت. خير دليل على صدق كلام يشوف الناس اللي جايه من كل الكويت. احنا نقول الله يرحمه وان شاء الله البركه في ذريته وولده واهله. ما في شك طبعا فقدان انسان عزيز، انسان يعني نجم من نجوم الرياضه الكويتيه، اعطى الكثير. اليوم الودعه ما في شك طبعا كل اهل الكويت في حزن، ولكن قدر الله ما شاء فعل. عزانا لكل الرياضيين، وعزانا للكويت، وعزانا لأهلنا حقيقة، والله يصبرهم. هذا الحشد البشري لم يكن له دعوة أو إعلان، سوى أن الفقيد كان إنسانا قبل أن يكون لاعبا خدم بلده وناديه، لذا لا غرابة من أن نرى هذه الدموع تنهمر على أسد المرمى. يلاقي هذه المحبة تتجسد من خلال هذا التلاحم في تشييع جثمانه الطاهر اليوم. حقيقة غادرنا مبكرا، لكنها إرادة المولى عز وجل، فله ما أعطى وله ما أخذ. أخ عزيز وصديق، وأيضا زميل عمل بعد ما ترك الرياضة اتجه إلى المال والأعمال، وبالذات في مجال الأغذية والمواد الغذائية والمطاعم، وكان راعي فزعة وصاحب مواقف، واللي يمكن كثير ما يعرف أنه أيضا صاحب أيادي بيضاء. سمير كان بالنسبة لي يعني أنا من الناس الوحيدين اللي عاشرته، يعني وكان عمري 14 سنة بالمنتخبات كلها، يعني من الناشئين لما وصلنا المنتخب الأول، وكنت دائما وياه يعني. وهذا شيء شوية واحد يخسر صاحبه، يعني مثلا أقدر أقول لك أن أنا عشت وياه يمكن أكثر من أهلي بالمعسكرات حتى بالكويت، وحتى يعني كان الثلاثة اللي طاف كانوا ويانا، يعني تحس انه يعني حاسس انه في شيء، كنا نضحك ونتقشور ما كنا في شيء، بس يعني صعب الواحد خسر واحد مثل هذا يعني سمير سعيد. بس احنا ما نقول ان هذا يومه، والله يرحمه ان شاء الله. ابو علي انسان الكل حبه، يدش القلب بسرعه، ما اذى احد، انسان اخلاق. يعني نتمنى من الله سبحانه ان يغفر له وبس. يعني ما ادري ايش اقول لك بعد، يعني صراحه والله ما اقول الا الله يرحمه ويغمد روح الجنه ويصبر اهله زين. وهذا بعد الموت حق، الدرب هذا كلنا ماشيين فيه، اقول الله يصبر اهله. الكويت توحدت في حياته، وها هي تتوحد مرة أخرى من خلال الحضور والدعاء له بالرحمة ولأهله بالصبر والأجر. الأمانة يمكن كلنا انولدنا، يمكن اللي بعمري يمكن طلعنا حبينا سمير سعيد. الأمانة كل الكويتيين يمكن هالعمر هذا حبينا، يمكن نادي العربي منتخب انه نتابع يمكن عشان سمير سعيد. والناس هذه اللي موجودة حاليا يعني دليل على أن سمير شنو، سمير الإنسان مو اللاعب بس، سمير الإنسان يعني أمانة. احنا ما نقول إلا بالنهاية أن عظم الله أجورنا، والله يصبر أهله وزوجته وعياله إن شاء الله. هاللحظات ما يعني الواحد ما يقدر يقول، كلنا تأثرنا فيه صراحة، تأثرنا بحراسته، يعني حبينا الحراسة بسبته. يمكن أول ما طلعنا يمكن حبينا أكثر واحد يعني صراحة، بس قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا راجعون. يعني سمير
يعني أبكانا فرحا وأبكانا حزنا. سمير سعيد وحدنا بالفرح، وحدنا حتى بالحزن. هذا لهم أهل الكويت، هذا لحنا أهل الكويت. سمير قدم عطاء لهذه الأرض، لهذا البلد. يمكن مو أنا اللي أتكلم عن سمير سعيد، مهما تكلمنا ما نوصل لعطاءاته. أنا أعتقد عاشرت هذا اللاعب من عام 1987 في بداياته، وأنا كنت في الاتحاد الكويتي لكرة القدم للمراحل الأخيرة حتى 2007 كرياضيين موجود أنا في الاتحاد، وهو كان لاعب وبعدين لاعب سابق وإداري في نادي العربي. أعتقد ما شفت من هذا اللاعب إلا كل خلق، وكان يتمتع في أخلاق جدا عالية. ما ننسى نجوميته اللي كانت على مستوى الوطن العربي والدول العربية والكويت ودول الخليج. يعني أنا أكثر من مناسبة دعينا أنا معاه لعدة بطولات أو اعتزالات دولية، من ضمنها الاعتزال الكابتن الكبير محمود الخطيب، وكان أيضا تجمع صداقة قوية مع الكابتن محمود الخطيب. كم تمنى الكثيرون ولو ربع هذا الحب والتقدير يا سمير، وكم هو أكبر من أي حفل أو اعتزال أو تكريم يحظى به رياضي مثلك. فرحمة الله عليك وإلى جنان الخلد. رحل عنا سمير جسدا وروحا، لكن ذكراه حتما ستبقى خالدة للأبد مع محبيه. وبالتأكيد ما هذا التلاحم الذي تجسد عند وداعه إلا دليل على ذلك. رياض العبادي لبرنامج ملعب الوطن من المقبرة الجعفرية.